بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فأما قصتي مع عودة البصر إلي فكانت بالنسبة لي قصة غريبة، أما بالنسبة لله عز وجل فكانت قصة عادية. وكنت دائما أدعو الله عز وجل: إن كان بصري يا ربي خيرا لي فاللهم أرجحه لي، وإن كان شرا لي فاللهم لا ترجحه إلي. وكنت أعلم بأنني فقدت بصري لله في سبيل الله، واحتسبته لله عز وجل، لأنني كنت خادما عند الله عز وجل في بيته، وكنت أستحي أن أدعو الله عز وجل أن يرجع لي بصري وأنا احتسبته عنده في سبيل الله. أما قصتي في رجوع بصري إلي فكانت عند دخولي إلى بيت الله الحرام. فلما دخلت إلى بيت الله الحرام فكان قلبي يخفق خفقانا، استغربت لهذا الخفقان. وعند بدئي بالطواف طفت بالكعبة في الطواف الأول، ثم عند طوافي في الطواف الثاني رفعت يدي، وقبل أن أرفعها كررت دعائي لله عز وجل: إن كان هذا البصر خيرا لي فاللهم يا ربي أرجعه لي، وإن كان شرا لي فجنبني إياه. فعند رفع يدي عند الحجر الأسود وأنا مكبر فإذا بي أرى الكعبة المشرفة على حقيقتها، وكانت بالنسبة لي صدمة، وكان شيئا غريبا بالنسبة لي، حتى أنني كدت لا أستطيع أن أكمل طوافي من شدة استغرابي لاستجابة الله عز وجل لي في إعادة بصري. وكما أنني بهذه المناسبة أقدم شكري لله عز وجل أولا، وأقدم شكري لله عز وجل آخرا، وأقدم شكري للمحسن الذي ساهم معي في هذه المحنة، حيث تبرع لي بمال العمرة أنا وزوجتي. وأتمنى وأدعو الله عز وجل أن يجعله بميزان حسنات والديه وحسناته، وأن يبارك له في أولاده وفي ماله وفي صحته يا رب العالمين، وأن يجازي عني سكان ولاية البيض بصفة عامة، أو سكان بلد الجزائر بصفة عامة، وسكان ولاية البيض بصفة خاصة. كما أشكر كل من كان معي ووقف معي في هذه المحنة وفي هذا الابتلاء، الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وفي أولادهم يا رب العالمين. وكما أشكر كل من وقف معي وقفة رجل واحد، ولله الحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.